السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض الطاسة الجميلة دي. لا تقولوا لي بقى كبدة الفلاح ولا كبدة عبد الفتاح، احنا هنا بقى هنعمل احلى كبد وقوانص مع بعض. عايزة اقول لكم الريحة تحفة والطعم احلى. يلا نصلي على الرسول يا حبايب قلبي ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا انا قطعت بصلة كبيرة كده وحطيتها في شوية زيت. ماشي يا حبايبي، اما عرفتها اديتها صدمة بس كده هي والفلفل الاول. ماشي، نزلنا بالفلفل على البصلة زي ما احنا شايفين. وهنطلع بقى نشيلها من الطاسة ونحط مكانها شوية زيت بقى حلوين كده. ونحط فيها معلقة هريسة، نص معلقة توم. بس الزيت طبعا بنكتر الزيت طبعا شوية. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نزلنا طبعا بالفلفل، هنا هنديله صدمة هو كمان. طبعا أنا ما قلتلكوش إن أنا حطيت سنة فلفل أسود صغيرين. وشوية السكر طبعا اللي متعودين معايا أو بيسمعوا فيديوهاتي، لازم عن شوية السكر الصغيرين دول. عايزه اقول لكم وانا بقطع البصله صباعي اتعور، بس طبعا ما وقفتش. غسلت ايدي طبعا كويس ولفتها بمنديل وايه واشتغلت عادي خالص. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بس مش عايز اقول لكم إيه يعني. صباعي كان واجعني جدا، بس الحمد لله يعني. الفيديو اتعمل والكبد والقوانص طلعت تحفه. طبعا نزلت هنا هرسة معلقة هريسة عليها. طبعا معلقة الهريسة دي طبعا عليها توم، بس أنا حطيت نص معلقة توم كمان معاها. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طعمها وريحتها تحفة، الريحة كانت روعة. نزلت طبعا بالكبد والقوانص، نشفناها خالص كده، ما تقلبيش كتير عشان ما تنزلش مية كتير منها. ورحت نازلة عليها بالتوابل بتاعتنا. التوابل عبارة عن ايه؟ التوابل شطة، كمون، كزبرة ناشفة، شوية فلفل صغيرين خالص، واللهم صل على رسول الله، شوية صغيرين سبع بهارات، وشوية صغيرين توابل الفراخ. طول ما احنا مش بنأفور على التوابل افضل لنا يا ولاد وافضل لصحتنا. لان كتر التوابل برضو في اي اكل برضو مش حلو. تمام. خلي وانت بتحط التوابل توابل ايه في حدود المعقول كده. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عايزه اقول لكم الريحه روعه روعه روعه. نزلت طبعا بالبصل والفلفل اللي انا كنت شيلته في طبق جنبي، اللي انا اديته صدمه قبل الكبد والقوانص. ونزلت عليه بثلاث حبات طماطم مقطعهم قطع صغيره كده. انا بحب اقطع الطماطم قطع كده للكبد والقوانص. والمسقعه او لاي حاجه تانية بتخلي الطماطم ايه جميله كده وطعمها مسكر في الاكل. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما فيش اسهل من كده، مفيش اسرع من كده. طبعا نزلنا طبعا كده بشوية الخل، طبعا معلقتين خل بيخلوا الكبد والقوانص الريحة اللي انت بتشمها بقى على العربيات الكبدة وانت ماشية كده. هي شوية الخل اللي بتحطوا دول يا ولاد. الحاجة بتعمليها ببيتك نظيفة، عارفة انت غسلها ازاي، عارفة انت عاملاها ازاي. حطيت نص كوباية مية مغلية وغطيت عليها، استوت طبعا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الفيديو يعني مشكل من القطعة يعني اللي فات ده وده. لان بصراحة كان اتصور بالمشقلب، فانا حاولت اظبطه. وطبعا عملنا طبعا سندوتش كده واكلناه مع بعض كده واحنا واقفين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عايزة أقول لكم طعمها تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله. عملت الرغيف ده طبعا وخيار والفلفل ده. ويعني كنت عمالة بقى أقول إيه، أحط واحد قرن فلفل سبايسي تاني، لا قلت أستكفى بالمعلقة اللي أنا حطيتها دي يا ولاد. لأن الفلفل ده عايزة أقول لكم نار نار. والهريسة الشطة اللي احنا عاملينها دي كانت ما شاء الله عليها. الفلفل كان يعني سبايسي سبايسي يعني. فبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. مفيش أحلى من كده عمايل والريحة تحفة. عملنا فيديو الكبد والقوانص دي يا ولاد. كل ما أجيب فراخ بأركن الكبد والقوانص بتاعتها. لما جمعت اللي انتوا شايفينه ده، يعني كنت بقول هعمل غدا ايه النهارده، هعمل غدا ايه النهارده. الناس بتحتار كل يوم على الغدا، فقلت هنعمل كبد وقوانص بقى النهارده.
ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تحفة تحفة تحفة، مفيش اسهل من كده. عايزة تشتري انت الكيلو الكبد والقوانص او نص او ربع زي ما تحبي، اغسليه حلو وقطعيه. بس انا نسيت اقول لكم اللي انا برضو غسلتها وعصرت عليها ليمونه وسبتها في المصفى صفت خالص من ميتها والليمونه عليها عشان الزفاره بتاعتها. لان في ناس بتديها غلوه كده في الميه، لا انا مش بحب كده بصراحه. انا بحب ان انا انزلها في الزيت والتوم على طول بتديكي. انا عايزه اقول لك بكلمكم وريحه البيت ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الريحه بتاعتها تحفه 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 ما شاء الله. اعملي بنفس الطريقه دي ما شاء الله. يعني هتعمليها على طول. ما ننساش طبعا دعوة حلوة من القلب كده، ربنا يشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين، اللهم امين. ويا رب انصف اخواتنا في غزة يا رب. اللهم امين. انصرهم نصرا عزيزا يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم يا رب. اللهم انصرهم يا رب واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. ويا رب وفقنا جميعا. وما ننساش اللايك ويسمعوا الفيديو بالله عليكم، لان انتوا مش بتسمعوا ومش بتحطوا اللايك. اللايك يا حبايبي، لان اللايك اللي بيرفع الفيديو. اسيبكم في رعاية الله وامنه. في رعاية الله يا حبايب قلبي.